من الشرقية بيسأل: أنا كان معايا رخصة مهنية درجة ثالثة، الرخصة منتهية من فترة، فإيه الإجراءات اللي أعملها عشان أجدد الترخيص؟ فبنقول حضرتك بتروح المرور معاك صورتين وصورة البطاقة وصورة الرخصة المنتهية وتعمل كومسيون طبي. حددت جلسة كومسيون طبي، نجحت في الكشف، معاك الفيش والتشبيه موجه للمرور، معاك شهادة المخالفات للرخصة المهنية، كومسيون موجود في المرور، بتاخد شهادتين تأمينات ونقابة بتساوي التأمينات المتأخرة والنقابة العمالية، وبترجع المرور تجدد الترخيص تاني. طيب في اختبار تاني؟ لا، مفيش اختبار بالنسبة لتجديد الترخيص، سواء كانت رخصة مهنية أو رخصة خاصة أو رخصة موتوسيكل أو رخصة جرار زراعي، أي نوع من أنواع رخصة القيادة، التجديد مفيش اختبار. يبقى محدش يضحك عليك ويقول لك روح اختبر، ادفع للمدرسة عشان تختبر تاني وتجدد رخصة تاني عشان نديلك الرخصة الجديدة. التجديد مفيش اختبار تاني. يبقى تاني، تجديد الترخيص بالنسبة لرخصة القيادة مفيش اختبار أو مفيش إعادة اختبار. الاختبار لو الرخصة ملغية، تمام، أو بتطلع رخصة لأول مرة، بتجدد الرخصة مفيهاش اختبار تاني. تمام. أحمد حاتم بيسأل: أنا عندي تاكسي ده ما رخصش من 12 سنة، فإيه الإجراءات المتبعة للترخيص؟ ولو عاوز أرخصه ملاكي إيه اللي بيتم؟ فبنقول اللوحات على العربية، تمام، العربية ماني ترخيصها بقاله فترة، وبالتالي ملزم بسداد التأمينات والضرائب وضريبة المرور والمخالفات. ده لو هترخص أو هتجدد الترخيص أو هتبيع العربية أو هترخصها ملاكي. يبقى عشان أرخص أجدد الترخيص كتاكسي عدال أو أغير الصفة الترخيصية من أجرة لملاكي أو أبيع العربية، لازم أسدد الحاجات اللي عليها كلها، اللي هي إيه؟ زي ما قلنا: ضريبة المرور، التأمينات، الضرائب، المخالفات. وفي الحالة ديت بسدد كل اللي عليها واجدد الترخيص بالنسبة للأجرة لو الموديل ما عداش عليه 20 سنة. وبالنسبة لتغيير الصفة الملاكي بسلم نمرتين الأجرة مع شهادة المخالفات مع التأمينات مع الضرائب، وبفحص العربية واشوف الترخيص ملاكي. يبقى هرخص ملاكي، لازم العربية تخش لجنة فحص الأول تشوف صلاحية السيارة للترخيص ملاكي من عدمه، وكذلك البيع. يبقى علشان أجدد ترخيص كأجرة أو أغير الصفة من أجرة لملاكي أو أبيع العربية لازم أسدد المتأخرات اللي عليها الأول، اللي هي ضريبة المرور، المخالفات، التأمينات الاجتماعية، الضرائب العامة. زوجي توفاه الله، رحت أرخص العربية في المرور، المهندس الفني فحص العربية صالحة فنيا للترخيص، بس قال لي غير النمر تلفة، ما ينفعش تجدد الترخيص بيها فني، فهتغير النمر. طلعت على الشباك، سلمت الورق، جددت الترخيص، خدت نفس النمر تاني، في مشكلة عندي ولا لا؟ فبنقول أهم حاجة خدت صلاحية فنية، المهندس كتب في أورنيك الفحص الفني صالح فنيا للترخيص، ما جاش أو ما تكلمش عن اللوحات المعدنية أو ما كتبلكيش في الأورنيك يلزم تغيير اللوحات أو اللوحات تلفة، وبالتالي موظف الشباك أو مدخل البيانات ما لقاش في أورنيك الفحص كلمة اللوحات تلفة أو يلزم تغيير اللوحات، وجددت الترخيص على كده بالنمر القديمة. فبالنسبة لك فما فيش مشكلة، دي مشكلة المهندس الفني طالما لقى فيه ملاحظات كان كتب الملاحظات ديت على أورنيك الفحص الفني. تمام. يبقى ما كتبش ملاحظات، الترخيص اتجدد، الترخيص سليم. الأمانة كانت تقتضي على المهندس إنه يكتب في أورنيك الفحص اللوحات تلفة ويلزم تغييرها، إنما رخصتي خلاص ما فيش مشكلة بالنسبة لك. تمام. مريم علي بتسأل: دلوقتي أنا شاري عربية، العربية ترخيص دمياط، العربية اتمسكت مني في المنصورة، الرخصة منهية، رحت أجيب شهادة بيانات فك ضبط المرور دمياط، الموظف قال لي بكل بساطة كده الملف ضاع واصبر علينا شوية على ما نلاقي الملف. العربية في الحضانة بتعد عليها رسوم الحجز أو رسوم الإيواء، فأعمل إيه؟ فبنقول حضرتك الملف عهدة المرور مسؤول عن الملف، المواطن مش هيدخل المرور يحرس الملف، فممكن المرور اللي فيه الترخيص يعمل لك ملف فرعي. تمام. في السجلات بتاعة الأرشيف مدون بيها كل بيانات العربية، الماركة، الموديل، والشاسيه، والموتور. فحضرتك لما تيجي تفحصي هتخلي المهندس يعمل لك فحصين اتنين، واحد لفك الضبط لأن ده اللي هيبقى موجود مع المحضر، والتاني عشان تعملي ملف فرعي. يبقى الملف الفرعي عشان أعمله لازم يكون معايا نموذج الفحص الفني فيه كل بيانات العربية، الماركة، الموديل، الشاسيه، الموتور، بالإضافة للبيانات اللي بجيبها من مخزن النمر اللي هي من 107 مرور بتحركات اللوحات
اجيب بيان كمان، او الموظف بيجيب بيان من سجلات الارشيف اللي مدون فيها ملف العربيه بكل تفاصيله. يبقى الملف الفرعي مش عقده المواطن، الملف الفرعي مسؤوليه المرور، والحفاظ على الملف في الارشيف ده عقده المرور. حضرتك هتلجأ للسيد رئيس الوحده عشان يعمل لك ملف فرعي. عملت الملف الفرعي هتجيب بيانات فك الضبط وتفك ضبط العربيه من مرور المنصوب. انما مفيش حاجه اسمها الملف ضايع. الملف ضايع يبقى بنعمل ملف فرعي ونحل المشكله. ثانيا كل البيانات مسجله على سيستم المرور. اما قريب ممكن نستغنى عن الورقيات خالص. معايا شهاده اتمام مرحله الابتدائيه، تمام، وعاوز اطلع رخصه مهنيه بس مش لاقي الشهاده. فايه اللي بعمله عشان اطلع رخصه مهنيه او رخصه خاصه؟ فبنقول حضرتك حاصل على اتمام مرحله ابتدائيه، وبالتالي من حقك انك تطلع بيان نجاح او مستخرج رسمي منين؟ من الاداره التعليميه او مديريه التربيه والتعليم اللي انت تابع ليه. المده بعيده شويه، بتطلع على المديريه التربيه والتعليم، المخازن او الارشيف بيدور لك في الحاجات القديمه وبيعمل لك المستخرج. يبقى طالما مش لاقي اصل المؤهل الدراسي بجيب مستخرج رسمي، وفي الحاله ديت المرور بيستعلم الاول عن المستخرج، عن صحه المستخرج قبل ما يطلع لي الرخصه، سواء كانت رخصه خاصه او مهنيه. طيب اما معيش مؤهل دراسي، في الحاله ديت لازم تطلع شهاده محو الاميه الصادره عن الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار. شرط من شروط استخراج الرخصه وفقا لقانون المرور المصري 66 لسنه 73 ان حضرتك تكون معاك شهاده اتمام مرحله دراسيه او شهاده محو الاميه الصادره منين؟ من الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار. احمد صلاح بيسال دلوقتي انا عندي الموتوسيكل دوت والدي كان شاريه بمبايعه بس ما لحقش يرخص وتوفاه الله، وانا كبير اخواتي، الموتوسيكل اتمسك مني، فاعمل ايه عشان اطلعه؟ فبنقول دلوقتي الموتوسيكل لم يسبق له الترخيص، وبالتالي ما فيش حاجه في المرور باسم ايه؟ باسم الوالد الله يرحمه. حضرتك معاك فاتوره باسم الوالد، في اخوات اسر والدتك الوصيه عليهم، فانا دلوقتي عندي حاجه من الاثنين، الاسهل والقانوني والاصعب. قانوني اللي هو ايه؟ ان انا باعلام الوراثه برخص باسم الورثه واطلع رخصه باسم الورثه، تمام. الحل الثاني ان حضرتك هترجع الشركه اللي بايعه تغير فاتوره البيع تخليها باسمك او باسم الوصيه على حسب الاتفاق ما بينك وما بين باقي الورثه. يبقى هغير الفاتوره باسم الورثه عشان ارخصها، او اخليها باسم اكبر الابناء او باسم الوصيه عشان الرخصه تطلع باسمها. غيرت الفاتوره باسمك، هتفحص الموتوسيكل في المكان او في اللواء الموجود فيه وتختم الفحص دهوت وترجع المرور تاخد تصريح بشهر الفك الضبط. خدت التصريح، خدت النمرتين، خدت جواب فك الضبط، طلعت الموتوسيكل، معاك التصريح المؤقت. بعدها مثلا باسبوع 10 ايام بترجع المرور تسلم التصريح المؤقت وتفحص وتاخد الصلاحيه الفنيه وتاخد الايه؟ رخصه بقت 3 سنين. يبقى علشان افك الضبط والفاتوره مش باسمي بغير فاتوره باسمي وافحص واخد تصريح بشهر مع النمرتين وافك الضبط. بعد التصريح بالشهر ما ينتهي برجع المرور اكمل الفحص واخد اللي هي الرخصه بقت 3 سنين. نصر الدين بيسال انا دلوقتي معايا رخصه قياده جرار زراعي ومتامن عليا سايق جرار زراعي، عاوز اطلع رخصه مهنيه. فبنقول نصيحه، اختار الرخصه اللي هتساعدك في الشغل او اللي هتستفيد منها اكتر، يا الرخصه المهنيه الدرجه الثالثه يا رخصه قياده الجرار الزراعي. ليه؟ لان الاثنين بيدفع عليهم تامينات، تمام. الرخصه المهنيه بتدفع لها تامينات، قياده الجرار الزراعي بتدفع تامينات. قياده الجرار الزراعي مدتها 5 سنين، الرخصه المهنيه مدتها 3 سنين. قانونا وفق الماده 34 من قانون المرور يجوز الجمع ما بين الرخصه المهنيه او الرخصه الخاصه بالاضافه لرخصه قياده الجرار الزراعي، انما لا يجوز الجمع بين الخاصه والمهنيه، دي معروفه. بالنسبه لرخصه قياده الجرار الزراعي ينفع اطلع رخصه قياده الجرار الزراعي ومعايا رخصه مهنيه درجه ثالثه، بس المشكله اللي هتقابلني مش في المرور، المشكله اللي هتقابلني في التامينات. هيبقى فيه ازدواج تاميني، تامين للرخصه المهنيه وتامين لرخصه قياده الجرار الزراعي. فانت اللي هتختار او انت اللي هتتحدد تحتفظ بالرخصه انهين، رخصه المهنيه الدرجه الثالثه ولا رخصه قياده الجرار الزراعي. انت حر براحتك، المشكله هتقابلك في التامينات مش في المرور، تمام. احمد من الشرقيه بيسال انا كان معايا رخصه مهنيه درجه ثالثه، الرخصه منتهيه من فتره، فايه الاجراءات اللي اعملها عشان اجدد الترخيص؟
فبنقول حضرتك بتروح المرور معاك صورتين وصورة البطاقة وصورة الرخصة المنتهية وتعمل كومسيون طبي. حددت جلسة كومسيون طبي، نجحت في الكشف، معاك الفيش والتشبيه موجه للمرور، معاك شهادة المخالفات للرخصة المهنية، كومسيون موجود في المرور، بتاخد شهادتين تأمينات ونقابة بتساوي التأمينات المتأخرة والنقابة العمالية، وترجع المرور تجدد الترخيص تاني. طيب في اختبار تاني؟ لا مفيش اختبار. بالنسبة لتجديد تجديد الترخيص سواء كانت رخصة مهنية أو رخصة خاصة أو رخصة موتوسيكل أو رخصة جرار زراعي، أي نوع من أنواع رخصة القيادة، التجديد مفيش اختبار. يبقى محدش يضحك عليك ويقول لك روح اختبر ادفع للمدرسة عشان تختبر تاني وتجدد رخصة تاني عشان نديلك الرخصة الجديدة. التجديد مفيش اختبار تاني. يبقى تاني تجديد الترخيص بالنسبة لرخصة القيادة مفيش اختبار او مفيش اعادة اختبار. الاختبار لو الرخصة ملغية تمام او بتطلع رخصة لأول مرة بتجدد الرخصة مفيهاش اختبار تاني. تمام.